السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الاستعمال في الدعوة إلى الله من أعظم أبواب الخير في حياة الإنسان. ويعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إن الله أعد في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض. يعني تخيل كده، هو الجنه عرضها السماوات والارض، يعني 100 سماء. يعني تخيل لو قلت لك السبع سماوات دول مليانين نعيم مهول بعرض السماوات دي كلها لصنف معين من الناس، لاهل عمل صالح واحد. ايه ده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم مش بيقول لك بقى 7 سماوات، ده 100 درجه، ما بين كل درجه والثانيه كما بين السماء والارض. الحديث في البخاري. لان الفوارق في الدنيا يا جماعه بسيطه. يعني الفرق ما بين الغني او الغني الاي بلس والغني ايه بس، طبقه ايه بيقسموا الاغنياء ايه بلس وايه بس كده. ايه الفرق يعني الفرق ده بيصيف في الساحل الشمالي الشرير وده بيصيف في الساحل الشمالي الطيب اللي قبله. الدنيا مش فارقه كتير يعني. طب ايه الفرق بين الغني وبين الطبقه المتوسطه؟ طب ايه الفرق؟ الفروقات قليله جدا، كله فطر واتغدى واتعشى. انما الفروقات في الجنه فروقات مهوله، ما بين كل درجه والثانيه كما بين السماء والارض. ففي طبقيه في الدنيا، ولكن في النهايه كل واحد بينام مرضي، كل واحد بينام ربنا رزقه طعامه، كل واحد بينام. انما في الفارق ما بين الدرجه الواحده والدرجه الثانيه في الجنه زي الفرق بين السماء والارض. متخيل بقى الفرق بين السماء والارض؟ فسبحان الله. يعني الواحد يجب ان يجتهد، لان انت ممكن واحد طبقه متوسطه في الدنيا يشوف واحد راكب مثلا هامر، او راكب مثلا فيراري، او راكب مثلا كريزلر، او راكب اي عربيه من العربيات اللي بملايين، يبص له كده ويا اوعدنا يا رب امتى نطلع على وش الدنيا، ده احنا مدفونين بالحياه. انما في الجنه الفرق مش ان ده راكب عربيه قديمه وموديل 2000 مثلا وده راكب، ده الفرق مهول يا جماعه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك في 100 درجه في الجنه ربنا اعدها لاهل عمل واحد. مين يا رسول الله؟ اعدها الله للمجاهدين. اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. طبعا يا اخوانا في فرق بين المجاهدين والمقاتلين. القتال ده اللي هو ايه؟ داخل معركه بروح، انما الجهاد هو اجهاد النفس من اجل نصره دين الله. انك انت تجهد نفسك وتجهد وقتك وتضحي بكل ما تملك وما تستطيع من اجل اعلاء كلمة الله. فيدخل في الجهاد الدعاء الى الله، يدخل في الجهاد المربين اللي بيربوا، يدخل في الجهاد المعلمين الشرعيين واهل العلم اللي بينشروا العلم في كل مكان. كل من اجهد نفسه في سبيل نصرة دين الله واعلاء كلمة الله فهو مجاهد. فتخيل في 100 درجة للجنة للدعاء الى الله. طب يعني الكلمة الخطيرة هنا يا جماعة، طب 100 درجة ليه؟ هو الفارق ما بين داعية وداعية، والاثنين بيعملوا دروس، والاثنين بيدوا دروس في المساجد، والاثنين بيدوا خطب جمعة، والاثنين ممكن يكونوا بيعملوا مثلا مقاطع سوشيال ميديا، والاثنين بيتكلموا في الدين في كل مكان. يبقى الفارق ما بين ده وما بين ده 100 درجة في الجنة. زي مش الفرق بين السماء والارض اضرب في 100. ليه؟ هو ما كله شبه بعضه في النهايه. يعني عند الناس كتير يقول لك الدعاء الفلاني والدعاء الفلاني، الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، انما عند ربنا الفروقات جباره. الفروقات ما بين داعيه وداعيه، ما بين واحد شغال للدعوه وواحد شغال للدعوه، الفروقات جباره. على حسب ايه؟ على حسب حاجات كتير جدا يا جماعه. على حسب كتير، على حسب مين اللي تعب في انه يقول كلمه بجد نافعه، ومين اللي قال اي حاجه وخلاص، مين اللي حقق احاديثه، ومين اللي قال اي حاجه صحيح وضعيف وخلاص، مين اللي اجتهد انه فعلا بعد ما يقول الكلمه للناس ينزل للناس ويكافح من اجل وصول كلمه الهدايه للناس، ومين اللي وخلاص حاجه عامه وخلاص والموضوع خلص. مين اللي اهتم انه يدل الناس على بيئه ايمان، مين اللي اهتم انه يربي الناس بعد الدعوه، فالدعوه تؤدي الى التاثير والتربيه تؤدي الى التغيير.
مين الداعيه اللي اهتم بالتاثير بس، ومين الداعيه اللي اهتم بالتغيير؟ في داعيه مبلغ بس بيقولوا خلاص، وفي داعيه مؤثر يشحن القلوب والسلام عليكم، وفي داعيه مغير بيؤدي الى تغيير جبار في حياه الناس، بيفكر الناس توصل لربنا ازاي وتتعلم ازاي. يبقى في فروقات جباره. احنا دلوقتي مثلا في هذه الايام في ناس كتير كانت في الدعوه، شغاله في الدعوه من سنين، ايام ما كان في فضائيات وايام ما كانت المساجد مفتوحه. الوقت ما بيعملش حاجه، الوقت قاعد في بيته. طب انت قاعد في بيتك ليه؟ مستني مسجد يفتح، مستني مسجد بركه يا جامع يعني ولا ايه؟ مستني الفضائيات ترجع تاني؟ طب ما تكافح، انت شغال عند دعوة، انت شغال عند ربنا سبحانه وتعالى، انت جندي من جنود الله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. آية تزلزل القلوب والله يا جماعه، آية تزلزل. ان الله اشترى، هو ربنا مالك كل شيء، يعني ربنا يشتري انفسهم، والنفس قبل المال. النفس دي محل الرغبه، النفس دي نفسيتك دي محل مشاعرك. ربنا اشترى منك نفسك ومالك. يعني ايه اشترى منك نفسك ومالك؟ بان لك الجنه. يعني من الاخر كده تمضي ولا ما تمضيش؟ انت هتمضي على تعاقد، انت هتبيع فيه نفسك ومالك، يعني هتبيعهم ليه؟ للدعوه الى الله، لنصر الدين الله. تمضي على تعاقد انك هتسخر نفسك ومالك وما تملك وامكانياتك ومواهبك ونيتك واهدافك واللي ربنا اداهولك. لو اداك فصاحه، لو اداك قبول اجتماعي، لو اداك وضع مالي، لو اداك يعني لو اداك موهبه من المواهب، اللي ربنا اداهولك هتسخره لاخر لحظه من عمرك للدعوه الى الله. مين بقى اللي يتعاقد هذا التعاقد وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن؟ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. كل دي مؤكدات. ربنا بيقول لك انت لو سخرت إمكانياتك في الدعوة إلى الله بأن لهم الجنة، ربنا يعطيك الجنة. الجنة هنا بقى ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرحها في ايه؟ ان الله اعد للمجاهدين 100 درجة، ما بين كل درجة والثانية كما بين السماء والارض. فده لمين؟ للي بيجهد نفسه عشان دعوة ربنا. فالوقتي تلاقي واحد مستني، ما والله ما حدش قال لي اتكلم. طب وانت مستني ليه؟ طب ما تنزل. ما هو ربنا اذا كان في ابواب اغلقت في الدعوة، ربنا فتح لنا في هذه الايام 1000 باب تاني. طب ما السوشيال ميديا باب، طب ما الشباب اللي قاعد على المقاهي ده باب، طب ما الشباب اللي في الشوارع ده باب. طب ما الشباب، هو انت لازم حد يقشرها لك؟ يعني لازم حد يسفلتها لك؟ يعني انت ما بتعرفش تسفلت حاجه؟ يعني انت لو ما حد سفلتها لك وبصها لك وجابها لك متقشره، ما بتعرفش تجيب جون خالص؟ ما بتعرفش تبقى بلاي ميكر عشان دينك وعشان دعوتك؟ ما تقدرش تقعد تفكر اعمل ايه في الدعوه، انزل ازاي، اوصل للناس ازاي، اوصل للشباب ازاي؟ في ناس يا جماعه في المجتمع، ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها. المدهن ده عارف الدهانات اللي بيدهن بقى الجدران بتبقى مايعه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك في واحد مايع في حدود ربنا. يعني ايه مايع في حدود ربنا؟ يعني ودوا لو تدهن فتدهنون، يعني هو مش قوي، مش حاسب، عارف، شايف المنكر وعارف ان ده حرام، وربنا اداله علم ان ده حرام وساكت. فده النبي سماه مدهن، وجابه قبل والواقع فيها، قبل اللي بيقع، قبل اللي بيعصي. اللي عارف وساكت ده يعني ده سيسأل امام الله سبحانه وتعالى لولا انهم الربانيون. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك: كمثل قوم استهموا على سفينه فكان بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها. يعني ايه بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها؟ يعني في واحد يا جماعه هو اتولد في النور، في واحد طلع لقى مثلا لقى الشيخ مصطفى العدوي بيدي، جه حضر المجلس ده، لقى المشايخ، لقى الدعاء، لقى في مسجد جنبه في دروس، له واحد صاحبه في الجامعه ولا في الشغل قال له تعالى نحضر جلسه ايمانيه. في واحد موجود في النور هو شايف، ده فضل من ربنا ان ربنا جابك هنا. في واحد يا جماعه في الضلمه، هو واحد لما اتولد في النص اللي تحت من السفينه. يعني ايه؟ ما لقاش ام واب يقولوا له حرام وحلال، ما لقاش حد يقول له تعالى يا ابني اتقي ربنا وخاف من ربنا. ده بالنسبه لك بقى ده في رقبتك، ده في، لان ده انت لو ما دعتوش الى الله هلكوا وهلكوا جميعا. ده لو ما دعتوش الى الله يبقى سبب هلاكك انت. ده لو ما دعتوش الى الله يطلع يعمل مهرجانات اولادك انت اللي هتفرجوا عليها. ده لو ما دعتوش الى الله هيطلع يعمل مواقع ومقاطع يعني اباحيه اولادك انت اللي هيتفرجوا عليها. ده لو ما دعتوش ابنه اللي هيفسد ابنك في المدرسه. ده لو ما دعتوش هو ده اللي يعني زمان كان المنكرات والمعاصي بعيده عننا، فعايزين ندعو يا جماعه. الوقت المنكرات والمعاصي مش بعيده، ده المنكرات والمعاصي دخلت في كل بيت، دخلت لاولادنا، دخلت لبيوتنا غصب عننا. طب انت دلوقتي انت هتعمل ايه؟ انت لو ما دعيتش الى الله فعلا كله هيغرق كله. فهنا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. يعني انت مش بمجرد انك مضيت على التعاقد ده، دي اخطر امضى في حياتك، ده اخطر تعاقد في حياتك. انت بتبيع وبتبقى عبد،
وعدت ملك للدعوة، عدت نفسك بمشاعرها بوجهتها بنيتها برغباتها ملك لدعوة ربنا. خلاص انا بعت يا رب. مش انت بعت هترجع تتذبذب تاني ليه؟ مش انت بعت؟ طب دلوقتي في 1000 باب للدعوة. هو انت يا اما مسجد يا اما مش عارف قناة يا اما ايه؟ ما تشوف في شباب بسيط كده يفتح موبايل كده ويقوم عامل كلمتين عند ربنا، تلاقي ناس كتير جدا انتفعت في دينها. يا عم تعمل كده؟ ما شغلك ودراستك والاماكن اللي انت رايحها لازم تفكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في ايه؟ في يعني القوي في الايمان بالرسول، لا المؤمن اصلا قبلها. يبقى القصه هنا مش القصه الايمانيه، في واحد قوي. في واحد لما انا عايز اشتغل في الدعوه بيبقى قوي في انه يشوف طرق للدعوه وسبل للدعوه. زي قول الله سبحانه وتعالى فالموريات قدحا. بعض المفسرين زي القرطبي وغيره قال لك الموريات قدحا من معناها انقداح الافكار في الجهاد في سبيل الله، انه يفكر. يعني ان ربنا بيقسم باللي بيفكروا عشان الدين، باللي بيفكروا عشان الدعوه. ما تفكر عشان دينك، وفي الاخر انت كل اللي انت عايز، انت عايز الفردوس الاعلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. يعني 100 درجه يا رب. يعني يا جماعه في ناس بيبقى كلهم شبه بعض عند الناس، وهم عند ربنا الفرق بينهم زي الفرق بين السماء والارض. ده بيتكلم عن ربنا وده بيتكلم عن ربنا، ده اسمه عند الناس الداعيه فلان وده عند الناس اسمه الداعيه فلان، ولكن ربنا يعلم ده ضحى بايه عشان الدعوه وده ضحى بايه، ده اخلاصه شكله ايه وده اخلاصه شكله ايه، ده تفانيه شكله ايه وده تفانيه شكله ايه، ده نيته للامه شكلها ايه وده نيته للامه شكلها ايه، ده جهاده من اجل فتح قنوات للدعوه توصله للناس شكلها ايه وده جهاده شكله ايه. ففي النهايه الفروقات زي بين السماء والارض، في حين ان في ناس بقى عند الناس بعيده جدا وهي عند ربنا واحد. حديث مين؟ 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل، امام عادل يعني ده الحاكم الفلاني، دي اسماء احنا بنذكرها واحنا بنرتجف كده من الهيبه في التاريخ الاسلامي. اخر الحديث ايه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه. واحد قاعد كده في قاعده وبيقرا القران ونزل من عينه قدر راس الذبابه من الدموع. ده عند ربنا مع ده؟ لان العله واحده، الفكره واحده، ان الدنيا كلها كانت في وادي ودول في وادي. هو في امام عادل؟ ده خالف الائمه كلها، خالف الدنيا كلها. رجل ذكر الله خاليا، قدام الناس انا ممكن ابقى خاشع وممكن اعيط وعيط بجد على فكره، مش لازم ابقى منافق ولا حاجه. بس الناس بتسخن لما بتبقى جنب بعض. وقف في صلاه التهجد واقعد اعيط بقى ونقعد بقى نسخن في بعض انما مين اللي لوحده فعلا ممكن يعني فاضت ده فيضان كده، فيضان من الدموع نازل من جلال الله وخشية الله وهو في الخلوة مع الله، في خلوة من خلوات العبادة بينه وبين الله. ورجل طلبته امرأة، طلبت، شوف كلمة النبي طلبته دي، عارف يقول لك ايه؟ ادركنا الطلب يا رسول الله. في مسند الامام احمد لما سراقة بن مالك كان قدر ربحين من النبي صلى الله عليه وسلم، فابو بكر بكى فقال النبي ما يبكيك؟ قال ادركنا الطلب. يعني ايه الطلب؟ يعني واحد قاعد يدور علينا. ورجل طلبته امرأة، طلبته دي يعني عملت كل ما في ايديها عشان تجيبه. طلبته امرأة ذات منصب وجمال، يعني حاجة يعني فوق قدرة ناس كتير على انها تقاوم موقف من هذه الفتنة. فقال اني اخاف الله رب العالمين. شاب وتعرض لفتنة وعند الناس غلبان ومحدش واخد باله منه، ده مع امام عادل في ظل عرش الله. وده الرجل الذي ذكر الله خاليا ورجل قلبه معلق بالمساجد. عند الناس دي يعني ايه؟ بعيدة عن بعضها، ولكن عند ربنا واحد. الدعاء بقى واللي بيشتغلوا للدين واللي بينصروا للدين عند الناس كلهم واحد، وهو بينهم وبين بعض 100 درجة. 100 درجة. الدرجة الواحدة بينها وبين الثانية زي الفرق بين السماء والارض، يعني الفرق بينهم وبين بعض زي الفرق بين السماء والارض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في اخر الحديث فاذا سألتم الله، فاذا سأل، لانك انت كده هتسأل الله، هتسأله بالدعاء وهتسأله بالعمل. السؤال مش بس بالدعاء اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى واجرنا من النار، مش بس السؤال بيشمل سؤال الدعاء وسؤال الرغبة في الوصول للشيء بالعمل الصالح. فاذا سألتم الله، عايز تنشن بقى، فاسألوه الفردوس الاعلى فانه اوسط الجنة واعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنة. فاذا سألتم الله. طب يا رسول الله ما كلها جنة وخلاص؟ يا جماعة يعني ايه كلها جنة وخلاص؟ هي دي في الدنيا ايه يعني عشان تقول كلها جنة وخلاص؟ ما تنشنش على الحاجة العالية ليه؟ ده انت في الدنيا الواحد لما بيشوف حد اكثر منه نعمة، يعني الصديقين هم اللي بيملكوا نفوسهم.
اما بتدخل لحد تلاقي حياته احسن من حياتك، وزوجته اجمل من زوجتك، وعربيته اجمل من عربيتك، ومستواه المادي احسن مستواك، وصحته احسن من صحتك، ومركزه احسن من مركزك، وشهادته احسن من شهادتك في الدنيا. امال يعني ايه حسد؟ امال الحسد يعني اكثر ما يدخل الناس القبر ليه؟ لان الناس ما بتقدرش تشوف حد احسن منها. طب انت بقى في الاخره، انت متخيل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. احسها كده لما يكون مثلا واحد راكب عربيه مثلا سي 180 ولا بي ام اخر بقى فيرجن، ويقوم جاي واحد يلمع له العربيه، واحد يلمعها قوي 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 عشان في الاخر يديله 5 جنيه وهو ماشي، يقوم فتح الازاز مدد له 5 جنيه كده، ويقوم طالع باشا بقى، الباشا طلع، والتاني بقى يقعد بقى ايه يعني ايه، تسلم يا باشا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. شفت ملكة جمال العالم، وممكن واحدة مثلا طلعت في دولة مثلا في وسط افريقيا ولا حاجة لم ترزق اي ملمح من الجمال. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. واحد عبقري تقرا يقول لك عن 13 سنة واخد 3 دكتوراه، وازاي ده يعني، وبيعرف يضرب 6 ارقام في 6 ارقام. واحد تاني لم يرزق اصلا ان هو يعرف يعد من 1 ل10. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. شفت التفضيل ده؟ وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيل. الفارق ما بين درجات الجنة اعظم، والفارق ما بين النعيم والعذاب، والفارق ما بين درجات النعيم اكبر مما تتخيل عند الله سبحانه وتعالى. فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا علو الهمة يا جماعة. علو تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. والله يريد الاخرة. والله يريد الاخرة. كلمة جبارة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. فانت ممكن تلاقي في ابتلاء في حياتك ونغص عليك شيء من الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى انت هتشوف فرحتك يوم القيامه بقى. والله يريد الاخره. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الله ورسوله، دي افرح ايه في كتاب الله. الصحابة ما فرحوا بشيء طيلة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم قدر فرحهم بهذه الآية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طب ايه اللي جاب الصالحين جنب دول؟ الصالحين ده واحد مش نبي، ما يعني معنى انه جه ما نزلش عليه وحي، ما ماتش شهيد في المعركه، ولكن تنافس على واخرين منهم لما يلحقوا بهم. ده واحد شايل هم الحقني بالصالحين، ده عايز يلحق، ده في ناس سابقه قدام وهو مصمم ان هو يتوكل على الله ويكافح ويجاهد في زاد الله عشان يلحقهم. فربنا بيعلمنا الطموح لما يجيب الصالحين مع مقام النبيين والصديقين. يا رب هي المقامات الفردوس الاعلى العاليه قوي دي بتاعت النبيين والصديقين والشهداء، هو احنا ينفع ندخلها؟ هو اللي زينا ينفع يبقى وسط المقامات المذهله دي؟ انا في الدنيا ما اعرفش احضر اجتماع حاضر فيه ملوك العالم، هيدخلوني ليه؟ انا ما اعرفش اقعد في اجتماع فيه اغنى 100 ملياردير في العالم، هيقعدوني معاهم ليه؟ انا ما اعرفش ادخل في ايفنت ما بين اكتر 100 شخصيه مؤثره في العالم، هيدخلوني ليه؟ انت متخيل ربنا بيقول لك انا ممكن اخليك مع دول في الفردوس الاعلى. انا يا رب انا ممكن ايوه كافح بس اطع الله ورسوله، وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك ويرفعك. فقصه ان يعني في ناس تقول لك ايه بس يعني كانت في ممثله كده كانت عايزه تتوب زمان، والحمد لله ان ربنا تاب عليها وفعلا ولبست حجاب، بس بعد حوالي 10 سنين يعني صراع مع نفسها يعني في الموضوع ده. فكان لها كلمه يعني بشاهد اللي بقوله ده. فكانت رايحه للشيخ فبتقول له يا شيخ هو الحجاب ده، اما كانت ممثله مشهوره بقى جدا، بتقول له الحجاب ده جنه ونار ولا درجات في الجنه؟ فقالت له عشان لو الحجاب ده درجات في الجنه انا راضيه بالمضروب. شوف المصطلح بتاعها ده الفظ، انا راضيه بالمضروب. انما لو جنه ونار لا خلاص انا اسيب اي حاجه في الدنيا ما استحملش لمسه من عذاب النار والعياذ بالله، الله يجرنا من النار. ففي ناس بتفكر كده، الحمد لله فكرت كده وان شاء الله ربنا يجعلها من السابقات بقى بعد كده. انما فكره ايه انا راضي بالمضروب ادخل وخلاص يا جماعه، بتنشن على العالي. ما انت الوقت اهو صحيفتك لسه ملقاها بالحسنات في ايدك، لسه تكفير السيئات اللي فيها بايدك، الدنيا لسه في ايدك. اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى. انا ما اقدرش اجيب الفردوس الاعلى بعملي، انما انا بكلمه يا رب ممكن اجيب الفردوس الاعلى. اذا كانت كلمه يا رب بتجيب الفردوس الاعلى، ايه اللي بعد كده في مشاكل الحياه كلمه يا رب ما بتجيبوش؟ يعني اقول لك انا ممكن بالعمله دي اشتري برج مثلا في اغلى مكان في مصر، يبقى مثلا ما اجيبش بالعمله دي عربيه من 28. اذا كان كلمه يا رب
تدخلك الفردوس الاعلى لو طلعت صادقه من قلبك. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا ومشايخنا وازواجنا واولادنا وامهاتنا وابائنا واحبابنا واخواننا في الله الفردوس الاعلى، واجرنا من النار. كلمه يا رب بتجيب الفردوس الاعلى، ايه اللي بعد كده ما يجيبش الفردوس الاعلى بقى؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الايه دي كما قال المفسرون دي تاني ايه نازله في سوره التوبه، يعني على كلام كثير جدا من التفاسير ان اول ايه نازله في سوره التوبه كانت في مكه اصلا، اللي هي وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم، اللي هي ايات اللي نزلت بعد موت ابو طالب. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اليها لما مات ابو طالب، فربنا نزل هذه الايات. فدي ايات عام الحزن نازله في عام الحزن. بعد كده تاني حاجه بعد بيعه الرجال، بيعه العقبه الثانيه، نزل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. لما الانصار قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام طب ماشي احنا هننصرك وهنهدف نحورنا لسهام العرب دونك وسنقاتل العالم كله وراءك، بس ما لنا بقى يعني زي بني عامر كده لما طلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام ان هم اللي يبقوا بعد النبي لو النبي مات عليه الصلاه والسلام، هم اللي ينالوا الخلافه بعده، والنبي عليه الصلاه والسلام رفض الانصار. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الجنه. يبقى انت بتتعب في الدعوه ليه؟ عشان الجنه. يبقى انت بتتكلم عن ربنا ليه؟ عشان الجنه. يبقى انت وانما لكل امرئ ما نوى بقى، والحديث صحيح البخاري، انت ونيتك بقى، انت عايز ايه من ربنا؟ انت عايز ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ربنا وصف مجلس ايماني تربوي النبي هو اللي بيديه، ووصف منافقين دخلوا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. دخل كافر ومات وخرج كافر. ده اللي بيدي المجلس التربوي النبي عليه الصلاه والسلام، ده اللي بيدي الدرس النبي، مش الشيخ فلان ولا الشيخ فلان النبي عليه الصلاه والسلام. ومحدش اتغير منهم من دول، لانك تتغير على قدر استعدادك للتغيير. انت مش بتتغير على قد الشيخ اللي بيدي قوي قد ايه، ولا على قد الدرس سخن قد ايه، ولا على قد المعلومات جديده عليك قد ايه، ولا على قد الشيخ عالم قد ايه. انت بتتغير على قد ايه انت مستعد تتغير قد ايه، انت نيتك وانت داخل المجلس ايه. وانما لكل امرئ ما نوى. انت ربنا هيفتح عليك في هذا السبيل على قد نيتك. عايز ان الهدايه تنتشر في العالم، عايزين نشتغل في الدعوه يا جماعه، عايزين نصدق الله سبحانه وتعالى. واحنا في هذه الايام من شعبان وشعبان شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وداخلين على رمضان، وداخلين على ليله القدر، وداخلين على العشر الاواخر من رمضان، وداخلين احنا في هذه الايام دي ايام اليقظه. اللي بيفضل غافل طول السنه بيجي بقى يظبط ويصلي فالناس دلوقتي على ايه؟ زقه كده، يعني حد بس يزقهم زقه كده ايه يتقوا الله سبحانه وتعالى. ان احنا نتكلم عن الله. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم. تعيش ابكم ليه؟ ان شر الدواب عند الله الصم، ما بيسمعش دين، البكم اللي ما بيتكلمش في الدين. احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه انما يوجهه لا ياتي بخير. ما فيش خير بيجي من وراء الدعوه، ما بيعملش حاجه لدينه ورسالته وقضيته. عايزين نصدق الله سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركه. احنا سمعنا كتير وتعلمنا كتير وجلسنا تحت اقدام مشايخنا كتير، ويعني للاسف الشديد يعني كثير منا يظن انه لن يسأل امام الله عن المنكرات اللي بتحصل. الرسول الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اللي هو الجهاد في سبيل الله، اللي هو نصرة دين الله، اللي هو الوقت اللي في ايدي وايدك الدعوة الى الله. دي حياتك وحياة قلبك. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. انت بتقول مش قادر اشتغل في الدعوة عشان قلبي، ده انت عقوبة ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الدعوة الى الله ما تنزل هتنزل على قلبك. وانكم اليه تحشرون، هتقف من ايدين ربنا وهتسال امام الله لولا ينهاهم الربانيون. سكت ليه؟ مش انت كنت عارف ان ده حرام؟ سكت ليه؟ انت ما عندكش انتماء لربنا؟ انت ما عندكش انتماء لدين الله؟ يعني انت ترى الله يعصى وترى حدوده والحافظون لحدود الله. واحد كده حرس حدود كده، معالم الدين تفضل سليمه، يعني بينافح عن حدود الله سبحانه وتعالى. وده بعد ايه؟ الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر. يعني الحافظون لحدود الله ده حاجه كمان زياده، وحاجه فيها مزيد قوه في دعوه ربنا سبحانه وتعالى. يعني فربنا بيقول في الايه اللي بعدها وانكم اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. يعني لما هيجي عذاب او العقوبات العامه للمعاصي مش هتيجي على الظالمين بس، ومش هتيجي على العصابه بس، هتعم الفاسد والصالح. امال مين اللي هينجو؟ المصلح اللي هينجو في هذه الحاله. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا. المفسرين قالوا ان الذي انكر هو الذي نجا.
يبقى النجاة مع البلاغ والهداية مع الدعوة الى الله. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ويتم نعمته عليك ويهديك. ايه الفتح المبين ده؟ كان صلح الحديبية. ايه الفتح اللي فيه الدعوة الى الله؟ فتح ابواب الدعوة الى الله. لم يكن لسه في نصر عسكري في هذا الوقت. فتح مكة كان لسه عليه سنتين. يعني حينما تجتهد على الناس الله يغفر ليك، الله يهديك، الله يثبتك حتى الممات. دعوة الى الله دي ثمارها لا تحصى في تطهير قلبك، في رضا الله عنك، في حب الله ليك، في فرح الله بك، في رفعة الله لدرجاتك في الفردوس الأعلى، في وجودك مع الأنبياء والصديقين والشهداء في الفردوس الأعلى لأنك سرت في نفس سبيلهم، في توسيع رزقك، في نزع الهم من قلبك، في تيسير أمرك، في ان يبقى ليك درجة عند الله يوم تلقى الله سبحانه وتعالى لأنك تنافح عن دين الله وتنافح عن دعوة الله. المقصد يا جماعة كل الكلمة دي خلاصتها في الآخر ايه؟ خلاصتها في الآخر ان انت مستني ايه عشان تشتغل في الدعوة؟ يعني شايف ان هي مش حاجة في رقبتك؟ يعني في حديث يعني صححه بعض اهل العلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم وتسألوني فلا اعطيكم وتستنصروني فلا انصركم. يعني امر بالمعروف عن المنكر، اتكلم في الدعوة الى الله، والا انت ممكن تحرم من حاجات انت ما تقدرش تعيش من غيرها. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم وتسألوني فلا اعطيكم وتستنصروني فلا انصركم. يبقى انت بتنصر دين ربنا، ربنا بينصرك. بتتكلم عن ربنا وبتنافح عن دعوة ربنا. بنمشي في كل مكان دلوقتي في الشوارع، فين اهل الدين؟ يعني فين بصمة اهل الدين في الدعوة؟ واذن في الناس بالحج يأتوك. هتؤذن الناس هتيجي، هتتكلم في الدعوة الناس جاية. كل المؤمنين يغضوا، هتتكلم هيغضوا. كل المؤمنات يغضضن هنا مجزومة بفعل محذوف، يغضوا. اللي هيشتغل هيلاقي الخير جايله. زي فاتبعني اهدك، اللي هيمشي ورا اهل العلم ربنا يهديه. زي يعني قول الله سبحانه وتعالى: فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. اللي هيأوي لبيئات الايمان وهيأوي لصحبة الهمة الصالحة ربنا هينشر ليه من رحماته. زي اذ قاموا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، اللي هيقوم في الدعوة الى الله ربنا هيربط على قلبه. دي وعود من الله سبحانه وتعالى، دي وعود في القرآن من الله سبحانه وتعالى. يعني تقدر تقول انها قوانين قرآنية. اللي هيعامل الله حقا الله يعامله، والله يفتح عليه. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. مفيش حد اكرم من ربنا، لن تجد اكرم من الله سبحانه وتعالى. فالانسان اللي عايش عشان دعوة ربنا ما ظنه بالله فما ظنكم برب العالمين. يبقى يعني مش منظر حلو ابدا ان كل واحد مننا شايف ان هو والله ده الدعوة دي مسؤولية المشايخ. يا راجل إذ جاء المرسلون بعدها وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يا عم طب ما في مرسلون هم، ده في يا إما حواريين لعيسى يا إما رسل من عند الله على قول المفسرين كده أو كده. قال يا عم أنت اللي هتصلح بقى وجه وشوفوا ربنا اتكلم عنهم قد إيه واتكلم عنه قد إيه، وربنا سبحانه وتعالى كرمه في القرآن قد ايه. الدعوة مسؤولية الجميع. الدعوة مش مسؤولية الشيوخ بس ولا مسؤولية الدعاء بس، الدعوة مسؤولية الجميع. الايد البطالة وحشة، ما ينفعش الواحد يكف عن دعوة ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة التانية ما ينفعش تعتقد ان انت والله طب الدعوة بقى، طب اما المساجد تتفتح بقى، او لما مش عارف والله انا كنت ده يا حبيبي ما الناس في الشارع وانت عايز ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمشي في بين الخيام يقول خلوا بيني وبين الناس. ما الناس هم، ما انت مخلى بينك وبين الناس. ما تنزل تتكلم يا عم. الناس على المقاهي والناس في النوادي والناس في الشوارع والناس في الشغل والناس في المساجد بتاعت اشغالنا ومستشفياتنا ومكاتب وكل حاجة بيصلوا مع بعض والدنيا قدامك. انك تتكلم عن الله وانك انت تطيب لسانك وتطيب حياتك وتطيب قلبك وتستمطر عطاءات الله عليك في حياتك ومماتك وبعد مماتك بان تتحدث عن الله وتوصي الناس بطاعة الله سبحانه وتعالى. طب انا مش عارف اتكلم. اظن احنا دلوقتي في مواسم مفيش حاجة اسمها مش عارف اتكلم. تعرفش تتكلم عن شعبان؟ تعرفش تتكلم عن رمضان؟ تعرفش تتكلم عن ليلة القدر؟ تعرفش تتكلم عن العتق من النار؟ تعرفش تتكلم عن الدعاء المستجاب؟ تعرفش تتكلم عن الليالي الوتريه؟ ما تعرفش تتكلم عن ما تعرفش تتكلم عن ايه؟ تعرفش تتكلم عن فرص المغفره والعتق من النار؟ وما تعرفش تتكلم عن ايه؟ ده حاجه في غايه اسمع لك مقطعين، اسمع لك درس هتلاقي الدنيا. وتكلم عن الله سبحانه وتعالى ولا تحرم نفسك ابدا من هذا الشرف. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. نسأل الله أن يجمع لنا القرآن والدعوة إليه. نسأل الله
أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسأل الله الفردوس الأعلى ونستجير بالله من النار. نسأل الله الفردوس الأعلى ونستجير بالله من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.